بتاكل ايه يا منصور؟ النهارده التلات، فلو هاكل اكل يوم التلات. طب وانت بتتغدى ايه يوم التلات يا حبيبي؟ انا ما اعرفش. ولا انا اعرف. هي ماما كانت بتبص على الميل بلان وبتعمل المسلسل اللي فعلا زي ما بيقولوا كده ما فيهوش غلطه. انا فعلا قعدت ادور على المسلسل ده في غلطه، ما فيش. يمكن يكون الغلطه الوحيده بس في المسلسل هي طارق عماد. انا بالنسبه لي هي ما بتعرفش تمثل اصلا. نبدا. عندي كلام كتير، انا بقالي فتره ما عملتش فيديوهات وده لظروف خاصه بيا، بس انا هرجع تاني واكمل معاك. فيلا بينا نبتدي مع اقوى مسلسل نزل الفتره اللي فاتت وعامل ضجه كبيره جدا، وهو مسلسل كتالوج. المسلسل اللي فعلا زي ما بيقولوا كده ما فيهوش غلطه. انا فعلا قعدت ادور على المسلسل ده بغلطه، ما فيش. يمكن يكون الغلطه الوحيده بس في المسلسل هي طارق عماد. انا بالنسبه لي هي ما بتعرفش تمثل اصلا، بس تمام يعني. لكن كل واحد في المسلسل ده مختارينه بعنايه شديده جدا، من ابطال المسلسل لحتى ضيوف الشرف. المسلسل بيتكلم عن يوسف اللي متجوز امينه واللي بيحب شغله جدا، وعنده ولدين، عنده كريمه وعنده منصور. يوسف زي اي اب في الدنيا ناجح جدا وبيحب شغله جدا، وعشان كده عامل شركه، والشركه دي هي كل حاجه في حياته. وامينه هي ام مثاليه جدا، تعمل فيديوهات على اليوتيوب بتعلم ازاي نربي اولادنا، لان هي اصلا دكتوره تربيه اطفال. وفي نفس الوقت بتحصل حاجه صعبه جدا، ان امينه بتسيب يوسف بسبب مرض ما، وفعلا بتفقد الحياه وتبقى بعيد عنه. ساعتها يوسف بيبقى لايص وبيبتدي يكتشف ان هو ما يعرفش اي حاجه عن ولاده نهائيا. لا يعرف حاجه عن كريمه، ولا يعرف حاجه عن منصور، ولا يعرف حاجه عن اي حاجه. واللي بيساعده في الموضوع دوت، واللي بيساعده ان هو يقف على رجليه، هو اخوه الكبير حنف، واخو امينه اسامه. الاثنين دول دورهم مهم جدا في المسلسل. المسلسل بيتكلم عن فكره الفقد بطريقه رائعه من كل النواحي. فقد حد عزيز علينا، فقد حد من شركاء حياتنا، فقد اي حد. المسلسل من الاخر هيخليك تصح عياط. انت ما يعني فاهم، ما هتفضل طول ما انت قاعد كده في اي حلقه ماسك المنديل وعمال تصح عياط، ما بتعملش غير كده. بس فعلا هو يستاهل. مسلسل مكتوب كويس جدا. المسلسل وليد الحلفاوي ابن الراحل نبيل الحلفاوي عامل اخراج قوي جدا. نتفليكس كانت بتلعب على حصان الربحان ان هي تخلي المسلسل ده خاص بالمنصه بتاعتها. المسلسل ده متكون من 8 حلقات، فعلا رائع عميق جدا. هو فعلا كتالوج لكل اب وكل ام، ازاي يربوا اولادهم، ازاي يحبوا الناس اللي حواليهم، ازاي الناس اللي حوالينا قبل ما تسيبنا وترحل عن العالم لازم نستفاد بكل وقت احنا عايشينه معاه، ولازم نستفاد بكل لحظه احنا عايشينها معاه. فعلا مسلسل رائع جدا، تقييمه عالي جدا. انا انصح كل الناس ان تتفرج عليه. هو 8 حلقات. وبمناسبه الموضوع ده انا عايز اتناقش معاكم في موضوع، او عايز اخد رايكم في حاجه. مش شايفين ان الدراما المصريه كفايه عليها قوي المسلسلات الكبيره ال 30 حلقه وال 40 حلقه والكلام ده؟ انا شايف ان الاتجاه الاوحد او الاتجاه اللي احنا رايحين له دلوقتي هو اتجاه ال 10 حلقات او ال 8 حلقات او ال 15 حلقه، كتير قوي. فلو انتم معايا في نفس الراي ده هستني تعليقاتكم في الكومنت، واستنوا مني الفيديوهات اللي جايه